صهوة الحروف، بالشعر في أرضنا نطوف، والمجد فيها له طيوف، يشدو بها شاعر اليمن. من الرواسي من السهول، الشعر يهدي شذا الحقول، ويأسر الكون بالذهول، ويأسر الكون بالذهول، بالمجد من شاعر اليمن، بالمجد من شاعر اليمن. يا ساحر البيان، يا صائغ النور كالجمال، يا صائغ النور كالجمال، واصنع لأرض العلا لسان، اصنع لأرض العلا لسان، يقول من شاعر اليمن، يقول من شاعر اليمن. من خاطر اليمن الخضراء ومهجتها، هذه الأغاريد والأصداء والفكر، هذا القصيد أغانيها ودمعتها، وسحرها وصباها الأغيد النظر، يكاد من طول ما غنى خمائلها يفوح من كل حرف جوها العطر. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وطيب الله بالخير أوقاتكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين الكرام أينما كنتم. مرحبا بكم دائما وأبدا إلى هذا السباق الشعري الأكبر، شاعر اليمن، والذي تنظمه مؤسسة شعراء على نافذة العالم للثقافة والإبداع برئاسة الأستاذ محمد الذهب. السباق الذي نعد الجميع من خلاله بأن نكون أو نزف في منتهى كوكبة من أمراء الشعر وفرسانه الأفذاذ، وعلى الجميع شاعر اليمن. من كافة المحافظات اليمنية تم اختيار 4 متسابقين، 2 للشعر الفصيح و2 آخران للشعر الشعبي، يتسابقون هنا في هذا المكان وعلى شاشة قناة الهوية، ليختار منهم من بعد ذلك 2 فقط، واحد للفصيح وآخر للشعر الشعبي. طبعا بالأمس كان هنالك متسابقون 8 عن محافظة حجة وكذلك المحويت. وقبل إعلان الفائزين عن المرحلة أو عن السباق الشعري بالأمس عن المحافظتين، رحبوا معي بلجنة التحكيم الموقرة التي ستكون معنا إلى نهاية هذا المطاف، والتي ستزف إلينا بشرى الفائزين وكذلك شاعر اليمن في النهاية. فرحبوا معي بالأستاذ والشاعر والأديب الأستاذ فؤاد المحنبي. مرحبا أستاذ. وكذلك الأديب والناقد الأستاذ علوان الجيلاني. أهلا وسهلا. وكذا الأديب والشاعر النبيل الدكتور إبراهيم طلحة. مرحبا بك دكتور إبراهيم. إذن مبروك. طبعا حديث للمتأهلين نقول لهم ألف مليون مبروك، ولمعرفة من هم الفائزون من سباق الأمس الشعري نذهب إلى هذا الاستعراض. علامات ومستويات تقييم لجنة التحكيم للشعراء المتنافسين في حلقة الأمس أحيلت إلى مجلس الأمناء وفق الآلية المقررة. ساعات طوال قضاها الأمناء في خلوة مسؤولة مع القصائد المتنافسة وتقييمها الأولي، وبعد مناقشة ومداولة أجمع المجلس على إقرار نتائج منافسة الأمس على النحو التالي. بعد إقرار نتائج لجنة التحكيم من قبل مجلس الأمناء، وأيضا بعد احتساب تصويت الجمهور للشعراء المشاركين، فقد تأهل لدينا من محافظة المحويت في فئة الشعر الفصيح مروان الشماع. ألف مبروك يا مروان. أما عن فئة الشعر الشعبي فقد تأهل لدينا عبدو الهندوانة. ألف مبروك يا عبدو. أما عن شعراء محافظة حجة فقد تأهل لدينا عن فئة الشعر الفصيح عبد الله مقبل. ألف مبروك يا عبد الله. أو عن فئة الشعر الشعبي فقد تأهل لدينا خالد جابر. ألف مبروك لكل المتأهلين والفائزين الذين انتقلوا إلى المرحلة الثانية، وكل التوفيق للمشاركين الباقين، وأيضا من خرجوا أتمنى أن يحالفهم الحظ. نعود أيضا إلى الزميل أمين الغابري إلى الاستوديو.
مبروك للفائزين عن سباق الأمس عن محافظة حجة والمحويت، وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أما عن اليوم فلدينا اليوم محافظتان اثنتان، إب والبيضاء، فرسان 8 يتسابقون هنا في هذا المضمار ليتأهل منهم 2 فقط، عن 2 عن المحافظة الأولى و2 عن المحافظة الأخرى. البداية دائما وأبدا قبل طبعا عن المحافظات لابد من التعريف أيضا بالفائزين ال3 عن سؤال حلقة الأمس للجمهور. شكرا للزميل أمين الغابري كما عودناكم دائما في هذه الفقرة من برنامج شاعر اليمن، والتي نقدم فيها 150 ألف ريال ل3 فائزين، بمعنى 50 ألف لكل واحد من هؤلاء الفائزين. هذه كان لهم سؤال الجمهور بالأمس: في أي محافظة يمنية يقع معبد أوام الأثري؟ طبعا الإجابة الصحيحة كانت الإجابة رقم 1 في محافظة مأرب. 3 فائزين فازوا معنا عبر الارقام العشوائيه والاختيار العشوائي. طبعا احنا في غرفه الكنترول مع مختص الايتي الاستاذ علي الحبابي ومخرج البرنامج الاستاذ فضل الزيادي. الان يتم الفرز العشوائي لاختيار الارقام وارقام الفائزين. طبعا نتواصل مع الفائزين الذي تم اختيارهم عبر الارقام العشوائيه. طبعا هذا اول المتصلين او واحده من يا فائز يا فائزه، ان شاء الله يحالفهم الحظ جميعا. السلام عليكم. شهر مبارك، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، صحة وسلامة ان شاء الله. ورمضان كريم يا رب. على الجميع ان شاء الله. معك محمد مفتاح مذيع قناة الهوية. حياك الله استاذ محمد. حياك يا استاذي. انت شاركت معنا بالامس في سؤال الجمهور في شاعر اليمن، وفزت معنا اليوم ب50 ألف ريال مقدمة من مؤسسة شعراء على نافذة العالم للثقافة والإبداع. ألف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ومشكورين وشكرا على هذا ألف مبروك، ألف مبروك يا رب. ادي لي بس اسمك الرباعي إذا سمحت. القاسم ابراهيم قاسم عبد الله. القاسم ابراهيم قاسم عبد الله. عبد الله. إذا ألف مبروك يا قاسم، وشهر مبارك، كل عام وأنت بألف خير. شكرا لك. الله يسعدك. شكرا لك. طبعا القاسم كان أول الفائزين. نشوف الرقم الثاني من معنا من الفائزين. هذا الرقم الثاني طبعا سعيد الحظ أو سعيدة الحظ. طبعا يتم الفرز العشوائي عبر الأرقام، يتم فرز عشوائي مثل ما قلت لكم عبر مختص الاي تي ومخرج البرنامج ايضا الاستاذ فضل الزيادي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر مبارك، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. معك محمد مفتاح مذيع قناة الهوية. حياك الله استاذ محمد. انت شاركت معنا في شاعر اليمن في سؤال الجمهور. ايوه. نقول لك ألف مليون مبروك، فزت معنا ب50 ألف ريال مقدمة من مؤسسة شعراء على نافذة العالم للثقافة والإبداع. سلام يا استاذ محمد. سلام. ألف مبروك، وبإمكانك أنك تفوز مرة أخرى وتشارك مرة أخرى برسائل. ان شاء الله ان شاء الله. ادي لي اسمك على الرباعي إذا سمحت. شوقي احمد محمد العارضة. شوقي أحمد محمد العارضة. محمد العارضة. ألف مبروك يا شوقي. الله يبارك فيك. وكل عام وأنت بألف خير وكل التوفيق لكم. شكرا لك. وانت بخير ان شاء الله. في أمان الله. نشوف سعيد الحظ الثالث. بسم الله. شوف سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اليوم معنا في هذه الفقرة من شاعر اليمن. 150 ألف ريال يوميا تقدم ل3 فائزين من سؤال الجمهور. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. على الجميع ان شاء الله. أنتم شاركتم معنا في شاعر اليمن بالأمس ايوه. في سؤال الجمهور. طبعا نقول لكم ألف مليون مبروك، فزتوا معنا ب50 ألف ريال مقدمة من مؤسسة شعراء على نافذة العالم للثقافة والإبداع. يا سلام. جزاك الله خير، الله يكتب اجركم ان شاء الله. فرحتوا اولادي وانا زوجي تعبان، والله يكتب اجركم. ألف مليون مبروك لكم وكل السعادة لكم بإذن الله. امين، الله يكتب اجركم ويجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. شكرا لكم. الشيء بس الاسم الرباعي إذا سمحتم. احنا بندي لك. قولوا لي الاسم الرباعي الآن. يلا دل الصوت. علي محمد الزي.
علي محمد الزين. علي محمد الزين. ايوه. وانت ايش اسمك؟ روضة احمد محمد طالب. اذا مبروك يا روضة، باذن الله يوصلكم المبلغ باذن الله. 1000 مليون مبروك. الله يكتب اجركم ويديكم العافيه يا اخي، يجزيكم خير والله، زيتونا صفة رمضان وتشكرونا والله بالضبط. الله يفرح قلوبكم بالشهر الكريم. وان شاء الله ترسلوا مره اخرى وتفوزوا معنا مره اخرى، بامكانكم ايضا الارسال مره ثانيه وتفوزوا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. على بكر مع باذن الله شكرا لكم، في امان الله. يلا. طبعا 3 فائزين مثل ما شاهدتم وسمعتم فازوا معنا اليوم في هذه الحلقة من شاعر اليمن بمبلغ 150 ألف ريال مقدمة من مؤسسة شعراء على نافذة العالم للثقافة والإبداع. كل التوفيق للمشاركين الباقين في سؤال الجمهور. نعود إلى الزميلة من الغابري في الاستوديو. مبروك للفائزين ال3. طبعا سنعلن في نهاية هذه الحلقة عن سؤال آخر وأيضا رقم المشاركة. أما عن السباق الشعري 8 هم ضيوف حلقة اليوم عن محافظة البيضاء وإب، والبداية عن محافظة إب، وفرسان وهم نايف علي محمد ناجي، هاني الفحام، سبأ العواضي، زياد الأحمدي. وقبل البداية نذهب إلى هذا الريبورتاج السياحي عن المحافظة الأجمل في اليمن، محافظة إب. محافظة إب هي واحدة من أجمل المحافظات اليمنية، عرفت باللواء الأخضر نظراً لخضرتها المستمرة طيلة العام. على مسافة 193 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء، تقع محافظة إب بمساحة تتجاوز 5000 كيلومتر مربع، وتعد ثالث أكبر المحافظات اليمنية سكاناً. تتكون محافظة إب إدارياً من 20 مديرية، وتعد الزراعة هي النشاط الرئيس في المحافظة، معتمدة اعتماداً شبه كلي على مياه الأمطار في الزراعة التي تهطل على المحافظة طوال العام. تضاريس أراضي محافظة إب وعيرة جداً، فهي عبارة عن مرتفعات جبلية تتخللها وديان عميقة تجري فيها الأمطار، وتصب معظمها في سهول تهامة، أشهرها على الإطلاق وادي ميتم، وأودية جبال بعدان وصهبان والسبرة، ووادي عين الساحر، ووادي زبيد، ووادي بناء، ووادي الدور الذي تغنى به الشعراء وورد ذكره في كتب التاريخ. اتخذتها الكثير من الدول اليمنية القديمة مقراً لحكمها، وبنت على سفوح جبالها القصور والقلاع الحصينة. وأما أهم مدنها وحواضرها فهي جبلة، تلك المدينة التاريخية التي اختارتها السيدة أروى بنت أحمد الصليحي لتكون عاصمة للدولة الصليحية. أول المتسابقين من فرسان الشعر وعن محافظة إب هو هاني الفحام. لا تسأل الشمس ماذا حل بالشهب، ولا تقولي لفجر آتي لا تغبي، فنفحة منك تروي عاشقا أربا همس على وتر أشقى من الطرب. مدي جناحيك يا عصفورتي فأنا قاموس صبر ولكن هدني تعبي.
حطي كسرب فراش فوق قافيتي، مري على وجع في القلب وانسكبي، شجيرة الآس أنت، عزف أغنية ونخلة في بنى أو ماء في العذب. سمارة منك تاج حصنها كرز، وأي تاج بدا أعلى من السحب. سحولك الرحب هذا وجه غانية، رسم من القمح في كفي مختضب. بعدان قلب صبي كله شغف بعدان قلب صبي كله شغف، وفي المشنة ذاب الماء بالذهب. ضفار تنسى بوادي الدور نشوتها، وتحتسي المجد من كأس لذي كرب. وحصن حب ترقى سرة هرما يمده، وحصن حب ترقى سرة هرما، وحوله القوم ما يخشون من سغب. يمده تعكرا بالمجد مفخرة، وذو رعين فيه خير محتجب. يا إب هذا أوان الشعر فانصهري، بكل حرف على أوراق انكتبي. هذه تلالك يا خضراء زينتها، شجيرة البن والتفاح والعنب. أتيت من كنف الحسناء مقتفيا، نجم المقالح من للشعر خير نبي. هاني كان أول المتسابقين، نهنئك على هذه القصيدة، ولكن التهنئة لن تكون جميلة إلا عبر لجنة التحكيم التي بالفعل تقرأ ما بين السطور. فلنبدأ بالأستاذ علوان. حياك الله يا هاني، أهلا وسهلا بك. لا أدري متى كان العاشق أربا، العاشق دائما مجنون. نحن نتكلم عن منطق الشعر. وبعدين مدي جناحك عصفورتي فأنا قاموس صبر ولكن هدني تعبي. حلو جدا هذا البيت. أسماء الأماكن التي حرصت على استقطارها الفكرة كان ممكن تتحدث عن إب كلها من خلال مقالح وحدة كرمز للمحافظة وخلاص، أو من خلال التعكر أو سمارة، واحد من هذه كلها يكفيك. أتمنى لك التوفيق وشكرا. دكتور. أولا أهلا يا هاني. حياك دكتور. أنت لديك موهبة، اهتم ببنائها. أنت وقعت منذ البيت الأول في ضرورة لم يكن لها أي داع. أيضا معك رسم من القمح في كفي من القمح. نعم، هي مكتوبة في الورق القحي، لا بأس، هو خطأ طباعي ليس عليك. في كفي مختضبي. طبعا لاحظ، في كفي هي الأصل، لا تقول في كفي، خطأ في كفي. أما الأبيات الأخيرة فهي أجمل ما في القصيدة. الأبيات الثلاثة الأخيرة هي أجمل ما في قصيدتك. أنا أتمنى لك التوفيق، شكرا لك. أستاذ فؤاد. لن أعرج على هناوة القصيدة أو هناة القصيدة، فقد أضاء الإخوة الزملاء على كثير فيها، لكن ما هو الجمال الذي فيها؟ جمال قلب هاني المحب الذي ذكر فيها ما أجمل ما في إب. أشكر هاني ومحبته الكبيرة لليمن ولإب الخضراء وجمال إب، وأتمنى لك التوفيق. شكرا لكم ثلاثتكم. إذن شكرا لك هاني الفحام، أتمنى لك إن شاء الله حظا جميلا. شكرا لكم. صوتوا للشاعر هاني الفحام على الرقم 50. للتصويت ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. المتسابق الثاني عن محافظة إب وفي الشعر الفصيح هو نايف علي محمد ناجي.
بالبردة الخضراء تعرفها السماء، قد اصطفاها في التراب نبية. فالأرض مذ أوحى لها الرحمن تتلو حسنها بتلاوة جبلية. الآن يحضنها السحاب بدهشة ولها يصلي بكرة وعشية. هذه المدينة روعتان لأنها إبية ولأنها يمنية. الآن يحضنها السحاب بدهشة ولها يصلي بكرة وعشية. هذه المدينة روعتان لأنها إبية ولأنها يمنية. بيمينك ادخل، فوقها قدسية الأشياء تقول إذا وصلت إلي. صافح مدينتها القديمة واندهش أن المدينة لا تزال صبية. سترى السواقي راقصات والأزقة كالقصائد والبيوت ذكية، وترى منابرها التي كالأنبياء مطلة تلقي عليك تحية. في تاجها العمري آيات يرتلها الزمان بزينة عربية. فالحميريون القدامى حاضرون ملامحا وعراقة أثرية. من شرفة النهرين أروى تبهر الدنيا، تطل بحكمة نبوية، تتلو إذا طالعتها من صيدا، أتقن كل شيء والجمال قضية. يخضر من خجل محياها إذا ما الغيم غازلها على عفوية. كف الطبيعة بروزتها بالرواسيا، يا لها من تحفة فنية. تختال فوق تلالها حراسها ريدان تعكر حب والعنسية. فستانها ملك بآلاء الإله يخيطه حتى بدت حورية. من تحتها الأنهار تجري، فوقها ما لا رأت أرض ولا بشرية. كرم ابن ناجي يعجز الكرماء، إن المعجزات على يديه سخية. لا شيء يدعو لاقتراف الكره فيها، كل شيء للسلام هوية. النور ألطف ما يكون بوجهها، فلقد تجلى خضرة ذهبية. أشجارها مذ نبئت بالحب وهي مضيئة كسنابل قروية. ترنيم أوتنة الروابي يجعل الأحجار تزهر وهي قبل عصية. لا زمهرير ولا حرارة تقصها، كل الفصول أرائك عطرية. سرب من العشاق يبتدعون أغنية لها لنوتاتها قلبية. النور يسكب في نوافذها المخضبة الصباح بنكهة عسلية. للرب في أحضانها جبل أنيق دائما أجواؤه عيدية. للدين مكة أنت للدنيا مزار، رابع الحرمين يا إبية، رابع الحرمين يا إبية. الله عليكم. نايف بالفعل شاعر ومجيد. دكتور تفضل البداية معك. نايف علي محمد ناجي أو الشامخ نايف كما يعرف، هو شامخ بالفعل، وقصيدته شاهقة فيها صور جمالية عديدة. إن كان لدي من ملاحظات فستكون مجرد لمسات فنية. مثلا بيمينك ادخل، فوقها قدسية الأشياء تقول إذا وصلت إلي. طبعا هنا هو سناد في حرف اللام طبعا، إنما القصيدة في عمومها رائعة. بقيت أيضا كف الطبيعة بروزتها بالرواسي. يا لها أنت قلت بالرواسي، بالرواسي يا لها على أساس لا هي تستقيم حتى لو قلت بالرواسي. أنت تفننت في قصيدتك للأمانة، كانت من أجمل القصائد التي مرت علينا. أشكرك وأتمنى لك التوفيق. أستاذ فؤاد. يا نايف لك ألف ألف تحية، حياك الله. من كل قلب قبلة نورية. الله. أسكرت بالنغم الجميل قلوبنا عن إب في نبضاتك الشعرية. هذا فوز كبير. شكرا جزيلا. الله يبارك بس فيك. أكتفي. أستاذ ألوان. أنا معجب جدا بنايف. أولا نايف قدم لنا نصا في هذه المسابقة، ربما هو ثاني نص يختلف عن نصوص الشعراء الآخرين بالكامل. شكرا. نحن نحتفي بالمختلف. المختلف حين يكون خاصة مرتبطا بالإبداع وموفقا في اجتراحاته الكتابية بطريقة فيها وعي
وفيها جمالية وفيها روح جديدة ومختلفة. لغة نايف مختلفة عن زملائه، شكرا جزيلا. طريقته في الدخول إلى النص مختلفة عن زملائه أيضا. الملاحظة التي يمكن أن تكون لي هي أني كنت أتمنى ألا ترغم نفسك على هذه القافية. لو أنت كان معك قافية ثانية كان حتعطيك حرية أنك تضيف. معليش، هذا رأيي أنا. شكرا جزيلا. أن القصيدة كانت ستكون أقوى، وهي قوية فعلا، وأنت شاعر شكرا جزيلا مميز، وأنا معجب بك ومرحبا بك. إذن أستاذ نايف شكرا لك. إن شاء الله نراك في المراحل القادمة بإذن الله، وثناء اللجنة كان حاضرا. شكرا لك. شكرا جزيلا. نايف. صوت للشاعر نايف علي محمد ناجي صالح على الرقم 49. للتصويت ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. والآن ما زلنا في محافظة إب بالفعل، ولكن إلى الشعر الشعبي، والآن مع الشاعرة سبأ العواضي. على وجه الفضاء، على وجه الفضاء لاحت مجرة جدنا الأكبر، على وجه الفضاء لاحت مجرة جدنا الأكبر، ودلتنا على كنز الثرى المدفون في حفرة، فسارعنا كضوء البرق للألماس والجوهر، وفوجئنا بما يسلب عقول الناس من نظرة. وجدنا عقد لا أجمل ولا أروع ولا أبهر من الحسن الذي ينثر علينا منتهى سحره، وقوة جذب شدتني بذاك العقد للمحور، لتلك الحلقة الوسطى التي تمتاز بالندرة، وأدهشني جمال الكون ذي في وجهها يظهر، ولغز المسند المنقوش من حرفين كالشفرة. وبعد الترجمة والغوص والإبحار في المصدر، وجدت أن الألف والباء للحسناء بالفطرة، لأب الجنة الخضراء ذي أسمو بها وافخر، ودمعت غربتي عنها تلين قسوة الصخرة. لأب الجنة الخضراء ذي أسمو بها وافخر، ودمعت غربتي عنها تلين قسوة الصخرة. وتاريخ الإبا يحكي لنا عن ابنها حمير، وعن أروى الصليحية الأبية السيدة الحرة، وعن نادين ذي صدق ذي تمثالها سطر شموخ المرأة العظمى وبأس الحكم والقدرة. أبي كرب أسعد الكامل ابن تبع ابن شمر، من آمن بطه قبل يوم البعث والهجرة. وأبي كرب أسعد الكامل ابن تبع ابن شمر، من آمن بطه قبل يوم البعث والهجرة. وسنتنا أنها تسبه، وفي قرآننا يذكر، وأول من كسى الكعبة ونال المجد والشهرة. وعن عبد العزيز ابن المقالح نجمنا الأكبر، ونجمتنا هدى أبلان نبض الحرف والفكرة. وهذا غيض من فيض الذي إنجازهم أثمر، كمثل البحر ذي رغم اتساعه تحمله قطرة. هذا غيض من فيض الذي إنجازهم أثمر، كمثل البحر ذي رغم اتساعه تحمله قطرة. وإب الطب والطيبة، وطيب المسك والعنبر، وتربتها أساس الحب والإخلاص للبذرة، وشربت ماءها البارد على قمة جبل كعكر،
ترد الروح وتروض جموح الحزن والعسرة. وكوب البن من كف العدين الزاكية الأفخر يشل الكيف من أدنى جذور الأرض للزهرة. وكوب البن من كف العدين الزاكية الأسمر يشل الكيف من أدنى جذور الأرض للزهرة. شم الخبز من فرن السحول الدافئ الأسمر يأمن خوفنا من جوع حلف الفقر والعسرة. وفي وادي بني الشلال يتمايل ويتصور ويروي جد بسمتنا وينفض عنها الغبرة. وفي الثجة السياحية لسان العلم والمنبر وسر السعد والبهجة وسيف الحق والنصرة. عقارب عمرها يمضي ويبقى غصنها أخضر ولا يمكن لسهم الشيب أن يضرب لها شعرها. هذا كله في شاعر. طبعا لسنا أمام بلقيس، بل أمام سبائنا جميعا. هذه هي سبأ بالفعل، وهذه هي قصيدتها. ونبدأ من عند الأستاذ علوان. تفضل يا أستاذ. سبأ، أنا أحييك. الإلقاء وحده يكفي لكي تسابقي حتى النهاية. الشعر جمال، والجمال يجب أن يعطى حقه، وأنت أعطيت الجمال حقه في النص من خلال الصور ومن خلال ذكاء الحياكة. هذا نص تمت صياغته بطريقة فذة وجميلة. إحكام للبنية الموسيقية للقصيدة. سيطول الكلام وسيطول الوقوف مع النص، لكن سأترك لزميلي التفاصيل الأخرى، وأشكرك كثيرا كثيرا. طبعا حتى نذهب إلى الدكتور، أنت لك بيت ضروري للأستاذة سبأ. أستاذ الدكتور تفضل. أولا نحيي سبأ. لدي فقط ملاحظة هنا حول أحد الأبيات أو حول شطر واحد أعتقد أن فيه نقصا في حرف، اللي هو من آمن بطه قبل يوم البعث والهجرة. لو قلنا ومن آمن بطه، لا بأس. صح كأنه في نقص في حرف. أو لو قلنا مثلا وذي آمن بطه قبل يوم البعث والهجرة. القصيدة في عمومها ممتازة. شكرا لك يا سبأ. شكرا لك أستاذ فؤاد. الله. أنا أقول لها سمعنا أروع الأشعار والألحان بك نفخر. سبأ يا درة الإبداع والتحليق بالفكرة. أتمنى لك شكرا لكم. طبعا بالفعل كنت بلقيس وسبأ أيضا. شكرا لك. شكرا لكم جزيلا. صوت للشاعرة سبأ العواضي على الرقم 51. للتصويت ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. آخر شعراء محافظة إب، زياد الأحمدي. نسكت أبيات مخطوطة بعسجد بماء الماس جوهرنا الخطابة. أرى محبوبتي عشق المخلد ألاطفها بأشكال الدعابة. جمالها يوسفي حسنه ممجد، وخضر أغصانها عذب ثيابه. أسرني في حلاها نقشة اليد كأن البن مسقى من خضابة. لها رقة عذوبتها على الخد صليحية خلال حشمة ثيابه. ومن ذو الكلاع الليث الأسود تعلت شامخة حرام هذا. قوامه حسن حب راسخ مشيد، وقصر العز واضح من جنابه.
وسبحان الذي بالحسن أوجد دوالا لي عن الاكتئاب. رعاك الله يا العشق المؤبد، ونسأله يحوطك بالرقابة على إب الجميلة هاجس شد حضر من شانها والغي غيابه. لها أشواق مني ليس تنفد، كما المحبوب أشتاق اقترابه. بها أملي وفيها الحلم يولد، وأفراحي أراها مستطابة. على مر الزمن تاريخ يمتد إلى ما قبل أيام الصحابة. حوت 4 خصال تذكر وتعتد، شهامة قبيلة عزة صلابة. حوت 4 خصال تذكر وتعتد، شهامة قبيلة عزة صلابة. شربنا ماءها العذب المبرد، بكأس القبيلة ذقنا المهابة. قصوره شامخة في جنح مفرد، جبل نهره يعانق للسحابة. من النظرة سمارة تأتي للحد، تشوف الأرض من حوله صبابة. وتلقى في ظفار الخط مسند يماني حمير يظل انتسابه. وتلقى في ظفار الخط مسند يماني حمير يظل انتسابه. تعبر عن وطن للكل تجسد، ترى التفريق أحرقه شهابه. تكرر ذكرنا في كل مرصد، بحبر المجد سطرنا الكتابة. وجب له كأنها الصرح الممرد، يفوح المسك فيها عن كثابة. سحول الخير كنه في مجلد، كما جمال الأرض صادر من شعابة. لها النظرة تساوي 1000 مشهد، تمتع وارتوى روعة، تمتع وارتوى روعا جذابة. وشوف وادي بنا والدور تنضب ثمار البن من جودة ترابة. جبل ربي شموخه شبه معبد، يشع النور إن أسدى الحجابة. نصيحة للذي قلبه منكد، تعيد الشيب إلى أول شبابه. ملخص عذب من شاعر بن أحمد، يطيب الطعم من لذة شرابه. ملخص عذب من شاعر بن أحمد، يطيب الطعم من لذة شرابه. وصلى الله على الهادي محمد عدد ما شنت ميزان السحابة. سلامتكم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. إذا شكرا لك يا زياد. بالفعل كانت أب ولادة جميلة بهذه القصائد العصمة طبعا، والكلمة الفصل كما قلنا دائما وأبدا لجنة التحكيم. ونبدأ من الدكتور طلحة. صلوات على رسول الله وعلى آله. أحسنت. لدي فقط ملاحظات تتعلق بإدراجك الفصحى القح في الشعبي، يعني حياك وحيا بني أحمد وشكرا لك. شكرا لك أستاذ علوان. أنا أحييك أستاذ زياد. أجواء القصيدة تنتمي إلى الشعر الشعبي الخالص، وهذه ميزة نسمعها أول مرة في هذا البرنامج. هذه واحدة. الحاجة الثانية لجوءه إلى تفصيح أحيانا سمة من سمات هذا النوع من الشعر الشعبي. هذه واحدة. الحاجة الثانية اللوازم الشعبية موجودة، بغض النظر أن الأخطاء في الكتابة أنه يكتب الكتابة باللهجة مثلا، وخضر أغصانها مكتوبة بالضاء وهي بالضاد افترض، لكن مثلا وخضر أغصانها عذبا ثيابه، هو يجيبها على أصول اللهجة. لكن أحسنت وأجدت وأبدعت. شكرا لك أستاذ فؤاد. أول هو يعني بداية التفصيح في أول نشكرك أيها الشاعر على محبتك هذه الجميلة، وبينت للعالم وللمشاهدين ما هي يعني أب وجمالها وسحرها. وبالنسبة لتفصيح العامية مو بدأ من عند ألاطفها، صح؟ لا قال ألاطفها، كأنه أصلا إذا أنت أكيد تكتب شعر فصيح ربما. أكتب أحيانا. أيوه أميل إلى الشعر الفصيح. فقال أرى محبوبتي عشق المخلد ألاطفها بأشكال الدعابة. فأنا أقول له زياد الأحمدي حرفك توقد، وغنى لحن قلبك والصبابة. الله. طبعا أهنئك يا زياد، وأهنئ أيضا مؤسسة الشعراء لنافذة العالم، وأهنئ قناة روية أن تستضيف مثل ما هكذا شعراء وقصائد بالفعل. ولنا الفخر أن يتصدر من هنا من هذا المكان شعراء أفذاذ بالفعل سيغنوا الساحة الأدبية والشعرية. شكرا لك يا زياد. صوتوا للشاعر زياد الأحمدي على الرقم 52. للتصويت ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية.
طبعا الآن ننتقل وإياكم إلى المحافظة الثانية في هذا اللقاء وهذا السباق الشعري، وهي محافظة البيضاء بشعرائها وفرسانها: محمد جر الله بيدحة، عبد الله قاسم الظبياني، أمين الشهولي، أحمد الفرزعي. إذن قبل الذهاب إلى أول المتسابقين في المضمار لمحافظة البيضاء نعرج إلى هذا الريبورتاج السياحي عن المحافظة الجميلة البيضاء. البيضاء قلب اليمن ونبضه وحاضرة عصوره التاريخية. تقع محافظة البيضاء إلى الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، وتبعد عنها نحو 268 كيلومتر. تعد الزراعة النشاط الرئيسي لسكان المحافظة، وأهم محاصيلها الخضروات والمحاصيل النقدية، فضلا عن بعض الصناعات الحرفية والتقليدية. ومحافظة البيضاء هي جزء مهم من أرض اليمن الغنية بالمواقع الأثرية والتاريخية، التي تعتبر مصدرا هاما من مصادر كتابة تاريخ اليمن القديم. إذن هذه البيضاء التاريخ والجمال، فماذا عن فرسانها وقصائدهم؟ سنبدأ أول الفرسان عن محافظة البيضاء والشحي الفصيح، وهو محمد جار الله بيدحة. الشعر والشوق والآمال تحتفل بروضة في ذراها المجد يمتثل. شاخ الزمان وما شاخت، وإن لها على الزمان شموخ ليس يرتحل. تراوح الغيم والغيث العميم بها، نهر تفجر منه الماء والعسل. دعني أسوق لها حبي وقافيتي، ما الشعر في حبها، ما الحرف، ما الجمل. هي القصيدة إن غنى الفؤاد لها، إذ أنها في رنين الحرف تبتهل. هي الحنين، هي الذكرى أبوح بها، والبوح في ثورة الأشواق مرتحل. العامرية وهج لا يسامره إلا الذي من أثير الضوء يكتحل. مشت سنين على أعتابها كلفا، وحار في وصفها قوم إذا نزلوا وغادروا، وهي في الأزمان شامخة كأن بعض الذي في ركنها جبل. والقلعة الأم فخر لا يطاوعه إلا الجموح الذي بالعزم يحتفل. تسمو فخارا وفي الآفاق صار لها وجه جميل كأن الوجه مكتمل. بيضاؤنا هي اسم في زهاوته، فخر كبير وعز ليس ينخذل. ووقدة في شعاع الروح تائهة تتيه بين اللواتي، وجهها خضل. منار فخر وعز شب في يدها، وصار في الأفق للأمجاد يرتجل. من عهد شمر والأمجاد باذخة، وعزة وفخار كله مثل. إني أزين شعري من مناقبها، وأرسم الشوق في عيني له جذل. طفل أنا بجمال الروح تأسرني، بيضاؤنا في جمال الروح تغتسل. إني أنا في مداها راحل كلف، كم في مداها من الهاوين قد رحلوا.
هذه النواحي وآمالي مخضبة، أسير والشوق في الأعماق يعتمل، وفي ثراها جمال سوف تبصره هذه العيون وذي الأحداق والمقل. بيضاؤنا أنت اليوم جوهرة ثمينة وهجها في العين مشتعل، فكم بذلنا لها في الحب من ثمل، والعاشقون لأجل الحب قد بذلوا. وأنت للروح هذه الروح هائمة، تطوف عند ضفاف الحب أو تصل، ورنة في دجى الأسحار يعزفها، قلب عليل شغوف عاشق ثمل، وبسمة في شفاه الدهر جاد بها، ينبوع حب يزين العمر أو نهل. فأنت صباباتي وملهمتي، مجد وفخر كبير ليس ينتقل. محمد جار الله بيدحة. إذا نبدأ مع الدكتور إبراهيم. حياك الله أستاذ محمد، وشكرا لك على هذه القصيدة الجميلة الموزونة، وزنا صحيحا سليما. اللهم كان لدي بعض الملاحظات حول طريقة النطق، أحيانا كانت الغين عندك تخرج قافا يعني على اللهجة المحلية، صح؟ لا بأس، هي أحيانا تظهر هذه الصور اللهجية في أدائنا، لكن ينبغي أن نتغلب عليها قدر الإمكان. أما حضورك من حيث الإلقاء فجيد. إذ أنها أو إذ إنها؟ إذ أنها. أنا أعتقد أنه الأصح إذ إنها، صح؟ طيب، هي الحنين هي الذكرى أبوح بها، والبوح في ثورة الأشواق مرتحل. هذا من الأبيات الجميلة جدا. البيت الذي قلت فيه مشت سنين على أعتابها كلفا، صح؟ وحار في وصفها قوم إذا نزلوا. طيب، لو كنت قلت مضت سنين، لأن المشي هنا كأنها حالية، يعني كأنني سأقول مشت سنينا، لكن عندما أقول مضت يعني أجعلها بأسلوب عفوا بتعبير المضي، ربما تكون أبلغ في إيصال المعنى، ليس إلا من حيث إيصال المعنى. هذا ما قصدته. القصيدة في عمومها باذخة كما قلت أنت، من عهد شمر والأمجاد باذخة، البيضاء الشامخة الباذخة، وقصيدتك أيضا شامخة باذخة. شكرا لك وبالتوفيق. أستاذ علوان. شكرا أستاذ. حياك الله يا أستاذ. هذا يعني نص موفق، لم تحلق فيه إلى الأعالي، إلى منتهى الأعالي، لكنك لم تسف ولم تنزل، وإنما حلقت تحليقا جيدا معتدلا متوازنا، وهذا شيء جيد. أنا كنت قد وضعت هنا على بيتين ملاحظة ما كنت مصدوم منهما. كان مكتوب عندي والقلعة فخر لا يطاوعه، كتبت عليه بيت مكسور، والذي بعده كتبت عليه أيضا بيت مكسور، لكن لما قرأتها أنت وجدتك تقرأها صحيحة، هي القلعة الأم. القلعة الأم كلمتان. نعم، القلعة الأم. أي نعم. أنا لما قرأتها أنت عرفت أن البيت ليس مكسورا وإنما هو صحيح، وكذلك البيت الذي بعده. على العموم، بيضاؤنا هي اسم في زهاوته، فخر كبير وعز ليس ينخذل، ووقدة في شعاع الروح تائهة، تتيه بين اللواتي وجهها خضل. في أخطاء كثيرة في الطباعة على العموم، أخطاء شوهت النص، لكن قراءتك له كانت جيدة، وبدأ أن النص في النهاية نص متماسك متوازن ومميز. شكرا لك. شكرا أستاذ. شكرا. حياك الله. محمد شعرك الإشراق والأمل، حياك الله أستاذ. أبدعت إذ غنت الأنغام والجمل. حياك الله. وأكتفي بهذا الأستاذ محمد جار الله بيدحة. إذا محمد جار الله بيدحة، رائع أنت، وما قالته اللجنة يكفي. شكرا لك، ونتمنى لك حظا جميلا إن شاء الله وتكون معنا. صوتوا للشاعر محمد جار الله بيدحة على الرقم 45. للتصويت ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. إذا ثاني متسابقي محافظة البيضاء عبد الله قاسم البيضاني.
يد بها السيف والأخرى بها القلم، يد بها السيف والأخرى بها القلم، يسبق خطاها إلى أمجادها حلم. أتى براش من البيضاء تلبية لما دعاه إلى لقيائه نقم بيضاء، ولي في هواها أبحر نضبت فخرا، ولي في رباها ألسن وفم. بيضاء من غير سوء كفها سطعت كأنها نجمة في الأفق أو علم، فيها قلاع الإبا النيفاء باسقة علت شموخا فلا ترقى لها القمم. شمر يهرعش بنى مجدا بقلعته باق، وقد هلكت من بعده كأنما قلعة البيضاء قبلتنا، وفي رداع الإبا الإحرام والحرم، فيها الرباط وعباس وعوسجة والجامع العامري بالذكر يزدحم. بها دوي كأن النحل تعزفه إذا تلاقت أو اكتظت بها الديم، فيها المنارات من طول بها اضطربت بطن السماء تناجيها وتبتسم، تختط في الأفق تكبيرا تجلجله الله أكبر، قد انزاحت بها الظلم. أما القباب فتعلو السقف ساجدة تقاوم العمر لم يعبث بها القدم. أما القباب فتتلو السقف، أما القباب فتعلو السقف ساجدة تقاوم العمر لم يعبث بها القدم. تتلو التسابيح للرحمن خاشعة ما مسها من لغوب قط أو هرم. ما شاده شمر أو شاد عامرها بلا مضاه سوى ما شاده إرم. لو مر فرعون والأهرام تصحبه أثنى على مجدنا الفرعون. والهرم فيها براش مع حيد السمر تقيا، شم الرؤوس بها أحرم بها رمم. ووادي بيحان للأحقاف موئله يجب ما حوله شرقا ويلتهم. ومرخة الجود يسقي الرمل من عطش سيلا عرمرم، كما لو أنه العرم. فلا تجد صيفها بالقيد متقدا ولا الشتاء قارس فيها ولا نسم. فصل الخريف به الأمزان ساكبة يسقي الحقول فيزهو السهل والأكم. إن جادت المزن في صيف وأعقبه خير الخريف فتكثر فيهما النعم. يأتي سهيل بعيد البذر يخلفه من بعده علب، فالرابع الهشم يعقبه علان والملأ سنابله عند الحصاد وكل الناس تغتنم. ترى الغلال على الأجران من ذرة كأنها الصبح بالإشراق مبتسم. بيضاؤنا كلها بالشعر زاخرة، وكل دار لها حظ ومقتسم. فالشعر طبع بنا من دون مدرسة، فالشعر طبع بنا من دون مدرسة، والطفل منا على أوزانه فهم. إذ نحشر الشعر تأتي الجان صاغرة، والطير والجند والخدام والحشم. تأتي إلينا ملوك الشعر قاطبة، تأتي إلينا إذ نحشر الشعر تأتي الجان صاغرة، والطير والجند والخدام والحشم. تأتي إلينا ملوك الشعر قاطبة من دون ما هدهد نرسله أو بوم. فيها الدهات رصينات مواقفها حكيمة الرأي، ما زلت بهم قدم. إن همذوا الرأي قولا من قريحته تلعثمت هيبة من قوله الحكم. فقد ملكنا دمام الضاد مفخرة حتى أتتنا فحول الشعر تختصم. كأنما القاف قصر في ممالكنا، والإنس والجان في قصر لنا خدم. قد امتطينا سنام المجد عملقة، وكل عملاق مجد دوننا قزم. شكرا جزيلا. روعة. عبد الله الظبياني. أستاذ دكتور أو أستاذ علوان تفضل معك. أنا أحيي الشاعر الظبياني تحية كبيرة. أولا قصيدته صافية، قصيدة محكمة مبنية بناء جيدا، وبدءا من العنوان بيضاء من غير سوء. ليست البيضاء فقط التي لعبت على الاسم واستفدت من المعنى القرآني بشكل قوي جدا، ولكن القصيدة أيضا كلها بيضاء من غير سوء. قصيدة من أينما أتيت إليها تجدها زاخرة بالجمال، زاخرة بالإبداع. تأتي إلينا ملوك الشعر كاتبة من دون ما هدهد ترسله أو بوم. ما نحتاج هذا كله. هذا شعر عالي المقام
شكر عالي المقام لك. أشكرك. إذن دكتور تفضل. حياك الله يا أستاذ عبد الله. العنوان قصيدة بيضاء من غير سوء، لملاحظات حول بعض الأبيات ورد فيها كلمات تكاد تكسر الوزن. نعم، تكاد تكسر الوزن. مثلا يد بها السيف والأخرى بها القلم يسبق خطاها، هي يسبق، صح؟ يسبق. البيت الثاني أو الذي فيه ما يشبه هذا: سيلا عرمرم كما لو أنه العرم. تمام. مثلا لو قلت سيلا عرمرم لا بل إنه العرم، يعني وضحت. طيب الثالث: خير الخريف فتكثر فيهما النعم، هي الأصل فتكثر. لا بأس لا بأس. على العموم القصيدة كانت موفقة في معظمها، فقط هذه الملاحظات البسيطة التي ستجعلها إن شاء الله أجمل. شكرا لك. شكرا جزيلا. سلمت. هذا الشاعر أيضا ابن البيضاء، وبالتالي فهو يرصد التفاصيل. فلذلك هذا الشاعر يجب أن نقول له، والذي قال يد بها السيف والأخرى بها القلم يسبق خطاها، هو قال يسبق. لو كنت قال يعدو خطاها إلى أمجادها حلم، يعني يعدو يتعدى ويسبقها أيضا. تمام. نقول له أحسنت بالحب عبد الله أعلم، سطرت أحرف مجد خطها القلم. الله عليك. إذن يا عبد الله أنت من العرش وتربعت اليوم عرش القصيدة بالفعل. شكرا لك وشكرا لمحافظة البيضاء، وإن شاء الله نراك في المراحل القادمة. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا جزيلا. صوتوا للشاعر عبد الله قاسم الظبياني على الرقم 46. للتصويت ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. من الشعر الفصيح عن محافظة البيضاء التي أبدت روعة في قصائد فرسانها، ننتقل إلى الشعر الشعبي فيها. فهل الشعبي فيها كجمال الفصحى فيها أيضا؟ نذهب الآن إلى أول شعراء القصيدة الشعبية عن محافظة البيضاء مع أمين الشهولي. بيضة بياض الشفق تشبه قلوب أهلها، شمر يا عرش شمر يا هرعش وعامر يا سمو العنان. بيضة بياض الشفق تشبه قلوب أهلها، شمر يا هرعش وعامر يا سمو العنان. تاريخها تاج دري يعتلي، شالها به قدرنا زاد وازددنا وجاهها وشان. تاريخها تاج دري يعتلي، شالها به قدرنا زاد وازددنا وجاهه وشان. يا تحفة العامرية منهل أجيالها، هي تحفة العامرية منهل أجيالها. يا زخرف السحر ذي حير حروف البيان. يا قلعة العامرية يا منهل أجيالها، يا زخرف السحر ذي حير حروف البيان. الجن ذي شيدوها وحملوا حملها، والشعر منها رشف ريقه وأزهر حنان. يا زخرف السحر ذي حير حروف البيان. الجن ذي شيدوها وحملوا حملها، الشعر منها رشف ريقه وأزهر حنان. جلالة الحسن من ذا في الشموخ، مثلها من هو يضاهي ألقها بين حور الحسان. المجد أبوها وتبع يا فؤادي خالها، وحمير الجد وانا قلبها والكيان. قال يا زخرف السحر ذي حير حروف البيان. الجن ذي شيدوها وحملوا حملها، والشعر منها رشف ريقه
وأزهر حنان جلالة الحسن من ذا في الشموخ مثلها من هو يضاهي ألقها بين حور الحسان المجدبوها وتبع يا فؤادي خالها وحمير الجد وأنا قلبها والكيان روحي نذرته لعزتها ومن أجلها روحي نذرته لعزتها ومن أجلها والعمر والمال قدمته عليها رهان والعمر والمال قدمته عليها رهان. وعليكم قصيدة المشاركة. إذن أمين يا سمي، أنت أمين بالفعل، والقصيدة رائعة وقد اختيرت وهي المقدمة وليست النص الذي تقدمت به للمسابقة، وهذا دليل على أنك شاعر فذ بالفعل. يا أمين نسمع لجنة التحكيم والأستاذ فؤاد ابتداء. بيت واحد بس نقول له أمين على نفس الرنين حق القصيدة. أمين يا ابن الشهولي يا شبلها، لك التحية والمحبة من عيون البيان. الله يحفظك. تفضل أستاذ علوان. الحقيقة أنا سحرني أسلوب الإلقاء وسبك القصيدة، وبما أنها قصيدة شبه مرتجلة، قصيدة يعني مكتملة الأركان، مكتملة المعاني، قوية الحضور في الشاعر وقوية الحضور في المكان الذي يتحدث عنه. بيضاء بياض الشفق تشبه قلوب أهلها، شمر يهرعش وعامر يا سمو العنان. وهنا إذن الجن ذي شيدوها وحملوا حملها. الشعر من هارش أفريقة وأزهر حنان. هذا إبداع وتجلي غير عادي. جلالة الحسن منذ في الشموخ من ذا في الشموخ مثلها، من هو يضاهي ألقها بين حور الحسان. الاستدعاءات التي تشبه بها المشبه به دائما عندك، سواء جاء في استعارة مكنية أو استعارة تصريحية، يتفجر بشكل قوي ومذهل. وأنا بصراحة أشعر أن هذا النص من بين النصوص الجميلة، بحكم أنه نص مكثف غير مترهل مركز زي الطلقة، أصاب الهدف مباشرة. شكرا لك. شكرا دكتور. أولا حياك الله يا أمين. حياكم. وصح الله لسانك. القصيدة هي من نفس مستوى القصيدة التي بين يدينا التي تقدمت بها للمسابقة، لهذا السبب نحن أخذناها على اعتبار أنهما من مستوى واحد. وأما القصيدة التي ألقيتها فمنذ المطلع وأنت ما شاء الله تجليت، يعني بيضاء بياض الشفق تشبه قلوب أهلها، ونشهد يعني هي فعلا بيضاء كقلوب أهلها. وأيضا الصور والاستعارات التي تحدث عنها الأستاذ علوان هي مرعبة. الجندي شيدوها وحملوا حملة، يعني هنا مرعبة بمعنى أنها فظيعة رهيبة. تمام. وتحدثت عن جلالة حسنها، عن فخامتها، عن سموها، عن معاليها. هذه هي البيضاء وهؤلاء هم أهلها. القصيدة رغم أنها من القصائد الشعبية إلا أنها حملت معاني يصعب أن ترد في القصائد الفصحى. يصعب أن ترد في القصائد الفصحى، وهذا يشفع لك. أنت مثقف حقيقة، ظهرت ثقافتك داخل هذه القصيدة. أيضا ظهرت وطنيتك التي نعتز بها جميعا، تعتز بها أنت ونعتز بها نحن، نعتز بكم بأهل البيضاء. شكرا لك وبالتوفيق إن شاء الله. إذن شكرا لكم السادة الحكام. شكرا لك يا أمين، نراك في المراحل القادمة بإذن الله. صوتوا للشاعر أمين الشهولي على الرقم 47. ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. نذهب إلى آخر متسابقين عن محافظة البيضاء، أحمد الفرزعي.
يقول سماوات الحروف الهام قال الشاعر الملهم، سماوات الحروف الهام قال الشاعر الملهم، نفخت ابيات شعري روح نطفت خلقها نظمي، وصليت ارتجالي في جزالة قولي المحكم درر من يومها غزلان واناذيب من يومي، وصليت ارتجالي في جزالة قولي المحكم درر من يومها غزلان واناذيب من يومي متيم جيت عاشق جيت مغرم جيت، والمغرم يعبر عن شعوره بوح من حقه حسب علمي أميرة حور يا حسناء ما هي من بني آدم، قمر يحلى على لوحة محاسن حسنها، قمر يحلى على لوحة ملامح حسنها، رسمي صداها وحي من طل الندى في وجنة المعجم أنا البيضاء وهو المكرمة فيني سمو اسمي، صداها وحي من طل الندى في وجنة المعجم أنا البيضاء وهو المكرمة فيني سمو اسمي، ذهب خالص فصوص الماس لا بل كنز بل منجم محاسن حصرها يعني جنون المنطقة الرسمي، يجوز أحصي معالمها لو القصة 100 معلم، حرام أظلم 100 قلعة جريمة في خبر وهمي، سنة ما تكفي ينصف وصفها حاشا ولا لن سنة ما تكفي ينصف وصفها حاشا ولا لم ولو جازفت بدء حرب فيها المنتصر ختمي، حضارة راسخة منذ القدم تاريخها وقدم، وقاده فصلوا زي الإبا والعزة الرسمي، كما شمر يهرعش كم ملك قبله وبعده كم وثيقة في رداء أسوار شاه قلعته ختمي، ومثل القلب ذيل الجسم وأعضائه يضخ الدم، لها موقع يحد أكثر مدن في موطني محمي بناموسه، لها كم من قبيلي حر حيد الصيم شيم بطار في قطع كل بيضاني رجل نشمي، رجال الدم والثوار والأحرار وقت الدم، ودار السلم فيها خير من سالم مع السلمي قبيلي، والقبائل جود من موجودها تكرم سخال الضيف تتسابق على نير الشرف غنمي، وشوف المعوز البيضاني يفدي لابسه يسلم وهو يرقص تراثه شرح بيضاني على خشمي فديت اسلافها واعرافها نفحه فديت الشمس ثقافه شاهد الواقع، وشوف العالم الرقمي جزل حاشاه من وجه الشبه معدم سما وهل الأدب والشعر وهله غيث من غيمي أنا سحلول، هل من شاعر الثورة مقام أعظم صدى تكرم على عيني وراسي، يا صدى قلمي طلاقة مطلقة منطق مفوه مش فقط بالفم، من أخشام البنادق قل رامي مثلنا يرمي أنا نقطة وحبل الوصل بين الكف والمعصم، تآلف روح شعبي والإخاء واقف على قدمي إلى وادي بنا تحمل سيولي كل غيثر دم، وفي وادي دنه يوصل متى سيلي نزل غرمي أنا الزامل، وصوت البال ذي لحنه يزيل الهم، على مبداي متربع على كبد السماء نجمي فداب الروح لك والدم بيضاني حلف واقسم بلادي كم شموخي حين شاهد رفرفة عالمي وسلامتكم. الله عليك يا عزيز. طبعا لا أقول لما قاله الأستاذ علوان لا إله إلا الله، كانت قصيدة رائعة. والبداية من الأستاذ علوان تفضل. الفرزعي شاعر كبير، هذا يعني في شعراء متسابقين وفي شعراء كبار. الفرزعي شاعر مليان القصيدة مش شعره بس، القصيدة من النوع الشعبي المركب، بحرها وزنها لغتها المعاني التي تواردت فيها كل شيء فيها مركب، الصور مركبة، الأوزان مركبة، الوزن مركب، والصور مركبة، والمعاني مركبة ومتداخلة، وهذا شغل لا يأتي به أي شاعر، وإنما يأتي به الشعراء الكبار. هذا
حضارة راسخة منذ القدم، تاريخها وقدم، وقادة فصلوا زي الإباء والعزة الرسمي. يعني أنت أمام مجموعة ألفاظ تتجاور وتشكل مع الصورة ومع الإيقاع حالة حركية، نغم متحرك يصاحب الصورة. هنا تلتقي الصورة مع الإيقاع الموسيقي للقصيدة مع الجمال الكامل العام لروح النص. لاحظوا أن الشاعر عندما أورد أسماء المناطق وسردها لم نشعر بها، وهو يسردها من جلجلة القصيدة ومن ضخامة الشعر. وهذا مرة أخرى نقولها لكل المتسابقين، لا تجعلوا أسماء المناطق تسحب منكم الشعر، وإنما جعلوها تقودكم إلى الشعر. شكرا لك، كل الشكر. شهادة دكتور على عيني وراسي. دكتور أحمد شاعر ممتاز، حيا بولد الفرزعي بالشعر أطرب مسمعي. حياك لا أنت تسيطر على اللحظة. أيوة. أنت تسيطر على اللحظة ولا تسيطر اللحظة عليك. نعم، هذا الفرق. هو شاعر اليوم نقلد الأستاذ فؤاد أنت تسيطر على اللحظة ولم تسيطر عليك اللحظة. يعني وتحدثت عن البيضاء وفخامتها وسموها، أيضا فخامة وسمو وعزة وعلو، هذا من عندي إضافة يعني إليك. وناطحات سحاب لم يعتبرها دنو، هنا الحضارات يراها قبل الصديق العدو. المهم كان لدي ملاحظة بسيطة فقط التي تخص كلمات غنمي وقلمي وما أشبه. هذه خرجت نوعا ما عن الوزن، يعني المفترض أن تكون ما قبل الميم هو ساكن معك في كل القصيدة. هنا خرجت يشفع لها مضمونها والقصد منها. لا بأس لا بأس، لا الشاعرية حاضرة فيها، هو الشكل الشعري فقط. غنمي واحد بظلم الكلمة. هو لاحظ الشاعرية حاضرة فيها الشاعرية حاضرة حتى فيها الصدق، لكن ضرورة شعرية. نعم هو ضرورة، لكن أقصد الشكل الشعري هنا شعرنا به، يعني نحن شعرنا به وخرج نوعا ما، لكن لم يقدح في القصيدة. لم يقدح في القصيدة. أما القصيدة فهي يعني مثل ما نقول دائما قوة القوة. أستاذ. قصيدة وثيقة هي فعلا وثيقة، هذه مصفوفة من البيانات التي تخص مدينة البيضاء، بيانات كتبت بقلم شاعر متفنن. شكرا لك يا أحمد صح؟ أحمد الفرزعي. أحمد. إذن الأستاذ ختاما معك. أنا كان لي يعني في فرصة أن أجلس معه. هذا الشاعر بصراحة يعني يقول شعر مباشرة كذا، يعني يرتجل الشعر ارتجالا. فأول شفت ما دخل ألقى علينا التحية شعرا، فأنا أقول له تحياتي وتقديري لأجل الأستاذ الدكتور، إنما قال لك شعر كذا اضطرارا لأنه شعرنا بأنك حييت الجمهور مباشرة. واجب. تحياتي وتقديري لأجل الفرزعي الملهم. سلام الله يا أحمد لك العرفان من نظمي. إذن شكرا لكم. أحمد الفرزعي بالفعل أنت كنت شاعرا كبيرا كما قالوا. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح، وأيضا ستبلغ إن شاء الله المقام وتصل إلى المراحل النهائية. شكرا أحمد أبو لوزة الفرزعي، شكرا جزيلا لك. صوتوا للشاعر أحمد جبر عبد الله الفرزعي على الرقم 48. للتصويت ارسل رسالة SMS برقم الشاعر إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. إذن كان أحمد الفرزعي أبو لوزة كان آخر المتسابقين عن محافظة البيضاء، بل عن كامل الحلقة. أين أخفت محافظة البيضاء هذا الجمال وهذا السحر وهذا القصيدة الرائع؟ ولكن طبعا لا يسعنا في نهايته إلا أن نشكر جميع من شارك معنا عن المحافظتين إب والبيضاء. وقبل الختام لابد من أمر أنتم تعلمونه، وهو سؤال حلقة اليوم، فليدون الجميع السؤال يقول: في أي محافظة يمنية يقع مسجد ذي أشرق؟ في أي محافظة يمنية يقع مسجد ذي أشرق؟ طبعا بإمكانكم أن ترسلوا رقم الإجابة الصحيحة، وهي كالتالي بالنسبة للخيارات: 1 أبين، 2 إب، 3
مأرب. السؤال مرة أخرى: في أي محافظة يمنية يقع مسجد ذي أشرق؟ 1 أبين، 2 إب، 3 مأرب. للمشاركة فقط ارسل رسالة SMS برقم الإجابة الصحيحة إلى الرقم 5085 من جميع الشبكات المحلية. إذن في النهاية، بعد أن ألقينا سؤال حلقة اليوم للجمهور، وطبعا المشاركة كما بيناها لا بد من شكر لجنة التحكيم، اللجنة الموقرة ثلاثتهم جميعا، نشكركم جميعا، وإن شاء الله سنكون مع بعض إلى نهاية هذا المطاف لنتوج في النهاية شاعر اليمن تتويجا حقيقيا يليق به. وبالفعل تبدى لنا شعراء كبار أفذاذ بالأمس وقبل الأمس واليوم في ثالث حلقاته طبعا، ورابع حلقاته أيضا. طبعا في النهاية لا بد من شكر أيضا لجنة الأمناء، الشاعر الكبير عبد المجيد التركي، وكذلك الأستاذ الكبير جميل مفرح، والأستاذ الشاعر أيضا فؤاد العرشي، وشكر وتقدير لرئيس مؤسسة شعراء على نافذة العالم التي تنظم هذه المسابقة وهذا السباق الشعري الرائع. شكرا لهم جميعا، شكرا للجنة، شكرا ضيوفنا من الشعراء الكبار الذين كانوا معنا حاضرين اليوم، والشكر والتقدير لكم أنتم من خلف الشاشات أعزائنا المشاهدين أينما كنتم داخل الوطن وخارجه، والتحية أيضا من طاقم العمل وهي لكم في النهاية مني أنا أمين الغابري. إلى اللقاء. على صحوة الحروف بالشعر في أرضنا نطوف، والمجد فيها له طيوف يشدو بها شاعر اليمن. من الرواسي من السهول الشعر يهدي شذا الحقول، ويأسر الكون بالذهول، ويأسر الكون بالذهول، بالمجد من شاعر اليمن، بالمجد من شاعر اليمن. يا ساحر البيان يا صائغا